اعتراف ياسمين بالندم على مسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، وأول رد فعل من العوضي بعد حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي اللي أثارت الجدل. الندم، الكلمة دي تحديداً فتحت باب التأويل على علاقتها بأحمد العوضي. هل الندم ده سببه المسلسل ولا الأعمال الفنية مع طليقها؟ ياسمين حسمت الجدل ووضحت إن اعتراضها كان على شخصية مهرة اللي حست إنها ما بتمثلهاش، لكن المفاجأة كانت في رد فعل أحمد العوضي اللي جه في صورة فيديو قديم تم نشره في التوقيت المناسب جدا. العوضي ظهر بكل هدوء وبساطة وقال: بحترم ياسمين جدا والرجوع مش مستبعد، وده نصيب. تصريح العوضي ده فاجئ الجمهور اللي كان متخيل إن العلاقة انتهت بخلاف كبير، لكن كلامه العاقل عن الاحترام المتبادل والترحيب بالتعاون الفني من غير أي حساسية بيثبت إن الانفصال ده مش مجرد نهاية علاقة. ياسمين أكدت إنها دلوقتي بتعيش مرحلة استقرار وحرية نفسية انعكست على اختياراتها الفنية، يعني القصة اتقفلت بسلام. السؤال دلوقتي: هل ممكن نشوف عمل فني يجمع ياسمين والعوضي تاني بعد تصريحاته اللي فتحت الباب؟ إيه هو توقعك للخطوة الجاية؟ شاركنا رأيك.